بإمارة أم القوين، بعيدة عن مرجان اللي هي هون 10 دقايق بالسيارة، 5 أو 6 دقايق بالجيت سكي أو بالبوت. طبعا نحن بالعادة ما بنحكي على جيت سكي أو بوت صح، بس نحن ليش عم نستعمل هون؟ لأنه نحن عم نحكي على مسطحات مائية عن جزيرتين، فعليا هيك وسائل التنقل رح يتم استعمالها إن كان جيت سكي أو بوت. فجزيرة سينيا توتل، شايف أنت الفرق بين هي وهي صح؟ كحجم، حجم سينيا 90 مليون قدم، جزيرة طبيعية الله خلقها موجودة مش مان ميد. شيخ أم القوين رح يكون معنا بارتنر بسينيا. فعليا هي نحن بنقولها سيمي جوفرمنتال بروجكت، مشروع نصف حكومي. هذا الشيء بيعطي أريحية أكثر للإنفستر بطبيعة الحال. هلا ممكن تسألونا إنه نحن شو عم نعمل بسينيا؟ أنتم أكيد عارفين إنه أكثر المطورين هون دماك، أمار، إلينغتون، نوبو، كل العالم هون براس الخيمة. السبب اللي نحن أساسا ما بنبيعه، العالم موجودة هون بسبب الكازينو. بس هلا في إشاعات إنه في كازينو رح يفتح بدبي، فنحن أساسا لما نبيع سينيا بالمناسبة ممنوع كموظفين شوبة نحكي عن كازينو. نحن الشيء اللي عم نخلقه هون شيء مختلف تماما عن الشيء الموجود بمرجان. يعني المنطقة كاملة كلها؟ جزيرة كاملة. هلا نحن عم نقول 90 مليون توتل، بس شوبة رح تبني على 54 مليون. هيدا اللي انت شايفه. رح يكون في أنا عندي قصور مانشنز، عندي فيلل 4 5 6 bedroom أول مرحلة. ثاني مرحلة من الفيلل والقصور هون. هلا هذا ما انطرح مبدئيا بس انه موجود، قصور وفيلل هون حيكونوا موجودين. عندي جولف كورس، عندي 2 يخت كلابس هون، عندي شوبينج مول موجود، كل انواع الواتر سبورتس، حتى فلوتنج سويمر رح تكون موجوده، جيت سكينج، كاياكينج، روفينج، سنوركلينج، كله موجود هون. الريزيدنشال او قبل الريزيدنشال عندي اول براندد ريزورت، ما بنعرف اي براند لسه بس بتكون انترناشونال براند، فريسكو داينينج، لاجون، بيتش كابانا. عندي ثاني براندد ريزورت هون نفس الكونسبت. هذا رح يكون الاكسس للجزيره، بيوصلني انا من الارض للجزيره جسر طوله 1.7 كيلومتر. هذا رح يكون احد الجسور، عم يقولوا رح يعملوا اثنين، واحد هلا اوريدي موجود والثاني اندر كونستراكشن. رح يكون عندي 6 لينز 3 ب3 مع الثاني 12 مشان انت ما يكون في عندك زحمه في الجزيره نفسها. هلا عندي هون انا كلاب هاوس، وبالنص لكجيريوس بيتش كلاب. هنيك كلاب هاوس الموجود هون قدامه لاجون، مثل ما حكيت عندك الجولف كورس. الجولف كورس رح يكون 18 حفره، مساحته 400 متر، هو هذا بيعتبر كثير كبير. رح يصمموا جاري بلاير، هو جولفر يعني حائز على جوائز. سؤال خاص برضه الجولف دي اكسسبل لكل الناس؟ تمام. هلا عندك انت اول سيجمنت من الريزيدنشال اللي هي هيدي كل اللي شايفينها اسمها واتر سبورت سيجمنت، تمام؟ اسمهم بيتش ريزيدنسز. هلا نحن لما طرحنا اول شيء طرحنا هون، هيدي اول كلاستر عندك A B و C. من تحت شايفين هذا الخط تحت، هذا هو عباره عن نحن بنسمي تاور دي دوبلكسز. يعني انت هون بتاخذ يور 3 bedroom دوبلكس، بتفتح الباب وبتطلع على الشاطئ مباشره، تمام؟ هلا البيتش ريزيدنسز اول ما طرحنا هيدا مثلا اسمها هيدي الكلاستر الاي بي وسي ودي، هي كلها اسمها سيلين. بعدين في عندك دالفين، بعدين عندك كورالاين، بعدين عندك اكوا مارين. هلا نحن حذفنا هيدي اخر وحده، هيدي اخر وحده حذفناها شلتوها تمام. وقربنا هي اكثر، فهي صارت هون وهي صارت هون. ليش؟ فصلت في النص، لانه اللي صار هون هذا الخط الفاصل بين دالفين وكورالاين، هذا الخط هون رح يكون في قناة لانه انيشلي يعني بالبدايه هيدي بين الفيلل كانت رح تكون لاجون. بعدين نحن قررنا انه نحفر الارض من هون مشان ميه البحر تدخل بشكل طبيعي. تمام. فهون صار في قناه. هلا هدول الاربعه
في لهم انه شكل معماري معين للابنيه، وعلى الجهه الثانيه عندي انا فلورين، كوست لاين وستار لاين عندهم شكل معماري مختلف. هون انا عندي 3 بيلدينجز، هون 3 بيلدينجز، وهون رح يكون في 4 بيلدينجز. طبعا A و C رح يكونوا G+7 و B رح يكون G+9. تمام. وهون انا عندي A B C و D 9 9 والوسط بيكونوا 7. بس هلا مو واضح ان غيرناهم، بس ما غيرناهم هون، ببعتكم البروشور مشان تفهموا الفكره اكثر. المهم هلا بيتش ريزيدنسز هو هذا الطرف. بيتش ريزيدنسز الفكره فيه او الواتر سبورت سيجمنت، انت اذا اخذت شقه هون اليوم فيك تسبح بالبحر بشكل طبيعي، فيك تدخل على البحر تسبح. ثاني فئه من الريزيدنشال هي مارينا. المارينا سايد، مارينا سيجمنت، طرحنا باي سايد اخر وحده هنيك، واللي جنبها بير سايد. الفكره انه انت اذا اخذت هنيك شقه ما فيك تسبح مارينا، ما فيك تسبح هون زي دبي مارينا. ايه بدك تنزل على البحر تجي لهون عشان تسبح. تمام. لانه عندك الياختس هون والبوتس يعني وعندك بيديسيون واكس، ما عندك شاطئ. حلو. فعندك المارينا سيجمنت والواتر سبورت سيجمنت. هلا الفكره عندي تواريخ مختلفه للتسليم كمان، بتبلش من هدول الاثنين ب 2027 ديسمبر. هلا نحن شو صار؟ ليش انباع سينيا كثير؟ وسينيا كان احد المشاريع اللي موظفين شوبا نفسهم اشتروا فيها كثير. شايف هدول الشقق اللي هون الاماميه اطلاقا على الجولف كورس؟ لما طرحناها اول شيء كان طرح للون بدروم ب 515 بحمامين. شو 15000؟ 515 قدم. انا بقول ايه؟ انا قلت كلمه قدم. لا دي مهمة جدا. كان في واحد لسه هيخلص دلوقتي. فكرت انه رح توصلك الفكرة فورا يعني. كنت بتقف في حتت غلط يعني، وقفت عند منوفي وقفت عند 550. بعمل لك سسبنس. هقول لك. الشقة الأمامية بلشت ب 1,100,000. اليوم أي شقة أمامية ما بتلاقي أقل من 1,400,000. والله. يعني أي حدا اشترى هون اوريدي ب7 شهور عمل 300,000 بس لانه انتهى الفلوس. مع كل طرح جديد الاسعار عم تعلى اكثر. يعني ما انا اساسا لما طرحت هون ب 1,200,000 جاري اللي هو مرجان كان عم يبيع ب 1,500,000 وانا او 1,600,000 انا هون عم ببيع ب 1,100,000. دلوقتي مليون 300 400 حسب. ما بتوقع هون في شيء اقل من 1,400,000 كفرنت. بس شوف فعليا حتى اللي ورا، يعني هلا فينا نقول اللي ورا لانه فعليا انت بجزيره، يعني انت رح تشوف المي بكل مكان فعليا. بينما اللهم بس في عالم حابه تشوف عالم عم تتشمس هون بالامينيتيز، هذا موضوع ثاني. بينما حتى الاطلالات اللي ورا بتكون انت شايف فيلل، والفيلل G+1 G+2 بس ماكسيموم. هو قدام ورا كويس، بس انا بشوف اللي قدام بس اللي هو عنده الاحساس ان انا عندي الاكسس على الشاطئ على طول. يعني هو قاعد هنا اهو فوق والشاطئ قدامه، فهو بيعتبر الشاطئ بتاعه. يعني ليها احساس. يعني ابنك لو نزل لعب في الشط ولا حاجه انت من فوق قاعد بتبص عليه، حاجات زي كده. المهم يخش كله حلو. طب الباك سايد بكام؟ نفس سعر مارينا؟ الباك سايد بكام؟ 1,200,000 يعني فرق 100,000 او 200 1,400,000 1,200,000. اللهم صل على النبي. يبقى كده عندنا فيلا بكام؟ الفيلا هناك مساحتها كام؟ هلا الفور بدروم فيلا اللي هون احنا عم اللي هم الفرونت يعني هدول يقولون على طول ايه هيك مقابل بعض فور بدروم سنجل روف. ايوه. عم نحكي على 10.7 مليون، يعني تقريبا 2,800,000 $. لانه في كثير انترناشونال كلاينتس. يعني انا لما كنت باسطنبول ب$2,000,000 بتحصل 2 بدروم بادرس ب$2,000,000. واللي على الشط بكام؟ هلا انت من هون من فوق لهون عندك 5 بدروم عم بتكون تقريبا 16 مليون عفوا.
هون 5 بدروم، بعدين عندك 6 بدروم، هون عم نحكي على 23 مليون 24. ينزلوا في النص التاني انتوا هتفتحوها لأن ما يتبع هتسبح. هل مسموح فيها الأم لما تروح فيها السباحة؟ لما تتفرج عليها أنا مش شايف إن هي مقبولة بس الحين بعدين يعني أعتبر عنده برضه الأكسس على برضه على البحر، مش يعني باك سايد فيلا. حتى انت اللي تخيل انت اللي قدامك، ما انت الانترنس رح يكون من ورا، يعني انت وش الفيلا تبعك ورا. من قدام انت عندك باك يارد وسويمنج بول، وقدامك الشاطئ ثاني. هذا كله بين بالقشور طبعا المساحات اللي مش موجود فيها دي كلها تبقى مساحات خضراء. هي المساحات الخضراء بقول لك شوف، هلا نحن بالجزيره الفلسطينيه نفسها بما انه جزيره طبيعيه، في حياه بهي الجزيره، حياه يعني نحن عندنا هلا هون موجود اول شيء سلاحف نازله، وفي عندنا اسماك فلامينجو وضبي اماراتي يعني كل ده هيبقى موجود عادي. هذا هلا موجود، قصدي بعد كده مش هيتشال. رح نحطهم بسيجز. ايه سيجز دي؟ يعني بيقابلوا سياج. هلا نحن انا بحب على الجزيره، بس اورجيك جزء من رحلتنا لجوا. لازم نعمل زيارة. بس لازم تخبروني قبل، لانه ما فيكم تدخلوا لحالكم لانه ممكن فعلا تضيع، ولازم تدخلوا بفور باي فور. لما رحنا هلا هذا اول شيء هون انا عم صور كازينو؟ ايه هون المرجان. شايفين السكان ده الجسر اللي بيربط ما بين الجزيره والطريق برضه. يعني انت تبقى ماشي حرفيا وعلى يمينك وشمالك البحر. مساحات كبيرة، مساحات مية كبيرة. اوبن فيو. هون كانوا اوريدي مبلشين، هذا الكلام بسبتمبر. تمام. الشيخ تبع هي الإمارة عامل ريزورت هيك، شوف دوم، وبقلبه هون في حمام، بقلبه هيك غرف، تكون طبعا مكيفة. نحن هيك رحنا. انا شفتها تمام. هذا الكلام بقلب سينيا، بقلب الجزيرة. اورجيكم بس الحيوانات الموجودة. واتر سبورت مثلا هيك حيكون موجود بسينيا. هل الحين مسموح فيها كامبينج؟ بتوقع لازم تتواصل معهم، انا عندي رقم الشخص اذا بدك، هو يلي بيجي حتى بياخذك، بتصف سيارتك انت بالبيكينج بوينت قبل ما تدخل الجزيره، وبيجي هو بياخذك بدخلك لجوا. يا ريت تبعت. طب لو في كلاينت وانا معيش 4x4، هو رح تروح لهونيك تصف ويدخل هذا الشخص يدخلكم بسيارته 4x4. في حد هناك تبع كنتوا يعني؟ لا هو الريزورت هذا. انا مش قصدي الريزورت، انا قصدي عايز ازور الجزيره. يعني مثلا فيك عزيز، بس انا بمون عليه، انا تبع هذا الريزورت بمون عليه، بقول له انه لازم تدفع له بس يمكن 400 لحد انه هو بده يجي يدخلك ويرجعك. عادي ينفع يعني. طب تمام. عم انت رحتي قعدتي ولا ده حد غيرك اللي بيصور؟ لا نحن رحنا كتيم. طبعا شوف هن طبعا مش وقحين الحيوانات، هن بس ما حدا اذيهم من قبل، فبس لورجيك. شوف مثلا المي، شوف لاي درجه. يعني حتى فيك تتوقع يعني ممكن تصطاد بايدك، وفعلا في حدا اصطاد بايده. تمام، انه قد المي نظيفه. شايف لاي درجه الوقاحه وصلت يعني. هذا موجود بالجزيره. على فكرة طعمهم حلو الغزلان دي، طعمهم حلو. قابل برضه يعني. وطبعا في فلامينجوز، فهيدا الخضار اللي انت شايفه هو مطرح ما الحيوانات عايشه. الفلامينجو برضه طعمه حلو. ليك هلا اجين الفكره انه نحن اللي عم نحاول شيء اللي عم نعمله هون هو الريزورت. تمام. المالتي فاز، يعني حتى مثل ما انك شايف ما في عندك ابراج، كله لو رايز. رح تكون البيرفكت جيت واي، يعني انت والفرصه اللي عم نعطيها للمستثمر مثل مرسى العرب مثلا، هونيك بالمارينا مثلا، او انت عندك هذا كله بيتش فرونت، يعني هيك سعر مستحيل تحصله بدبي. والفكره الشيء اللي عم نحاول نعمله بالريزورت، انت اذا بدك تروح على منتجع او مكان سياحي بدك تحصل هيدا الطمانينه هي تبع رياحه بالك. طبيعي تكون بعيد عن المدينه هي المسافه.
هي مناسبه جدا 50 دقيقه، لانه اذا كنت اقرب يعني مبدا الراحه هاي رح تكون باطل. هذا هيكون الريزلت، هيكون في هوتيلز هنا. شفت في اوتيل هون، في اوتيل هون، التشين مول. اوتيل لا رح نعمل اوتيل مع شوبينج مول. رح ابعث لكم انا